تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة انتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. في حراسة المرمى محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام، باك شمال مصطفى العش. في وسط الملعب في مركز رقم 6 حمدي فتحي، في مركز رقم 8 ناحية اليمين محمد علي بن رمضان، في مركز رقم 8 ناحية الشمال إمام عاشور، جناح يمين أحمد سيد زيزو، وجناح شمال محمود حسن تريزيجيه، وراس الحربة وسام ابو علي. ده التشكيل الاقرب، ده التشكيل اللي يعتبر فيه توازن بشكل كبير جدا. مصطفى العش هيلعب باك شمال لانه اقوى دفاعيا من كريم الدبيس، لانه اقوى دفاعيا من احمد نبيل كوكا، لانه واقف على رجله. وكمان تقدر لو حبيت تغير طريقة اللعب تلعب 3-4-3، تقدر تلعب بمصطفى العش واحمد رمضان بيكهام واشرف داري. الثلاثي يقدر يلعب عادي جدا في الخط الخلفي. حمدي فتحي قوته البدنية وكمان السرعة اللي عند حمدي فتحي والالتحامات القوية هتحتاجها في المباراة بشكل كبير جدا علشان تقفل العمق وتقفل على ميسي في المنطقة اللي بيقدر يتحرك فيها حوالين منطقة الجزاء او على حدود منطقة الجزاء بالتسديدات وبالباصات اللي بيعملها. كمان احمد سيد زيزو ظهر بشكل جيد جدا المباراة او الوقت اللي لعبه قدام باتشوكا، وكان ظاهر بشكل ان هو بدنيا جاهز. وهنا هيفرق معانا انه يكون جاهز وهيلعب ان شاء الله ويقدر يصنع الفارق من اول مباراة. محمد علي بن رمضان ممكن يكون بالنسبة ليك بدنيا مش احسن حاجة، لكن عايز اقول ان محمد علي بن رمضان بيقدر يستحوذ على الكورة بشكل مثالي وشكل قوي جدا، بيقدر ان هو يصنع لعب، وده مطلوب من لاعب وسط الملعب. طبعا محمود حسن تريزيجيه اساسي، لا بديل عن وجوده في مركز الجناح الشمال حتى مع تألق بن شرقي في الفترة الأخيرة، لكن تريزيجيه هو الأفضل. تريزيجيه هو اللي يقدر يصنع الفارق، يقدر يسجل أهداف ويقدر يدافع بشكل قوي ويقدر يؤدي أو يقدم روح جديدة للفريق داخل الملعب. الأهلي محتاجها. معانا نجم الفريق إمام عاشور. إن شاء الله نعمل مباراة قوية وإن شاء الله نقدر نكسب نتيجة وأداء. إن شاء الله أتوقع إن احنا نكسب بهدفين او فرق هدفين، ممكن نكسب 3-1 او 2-0. متوقع ان احنا ان شاء الله نكسب. ممكن الناس ما تكونش مع التوقع ده، لكن ان شاء الله نتقابل بعد المباراة والاهلي كسبان. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.